الأهلي حل بالمحلة، شوط واحد يكفي. الأهلي ينقض ما غزلته المحلة. ماتش الأهلي، لايك واشتراك وشوف اللي وراك. شوط واحد كان كفاية إن النادي الأهلي يتغلب على غزل المحلة ويوقفه عند حدوده. في أول مرة الأهلي يروح يلعب في استاد المحلة بهذه الأريحية. جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور أهلي اف ام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ماتش الأهلي. الأهلي بيكتفي بشوط واحد بس عشان يقدر ان هو يحافظ على انتصاراته. 5 انتصار على التوالي، 15 نقطة، ما شاء الله اللهم بارك. الماتش كان كويس جدا في الشوط الاول. زي ما قلنا ان كولر لازم يفهم لعيبة الاهلي ان هم انزل خلص، عشان فرق الدوري العام مش عايزة غير كده. فريق زي غزل المحلة، فريق زي اي فريق في الدوري، لو اديته الفرصة واديته نفسه ان هو يخش معاك في الماتش يبقى ند بند هيتعبك. لكن لما تخلص عليه وتقضي عليه خلاص بيستسلم. ده اللي حصل. اول مره الاهلي من سنين يروح استاد غزل المحله وما يلاقيش صعوبه خالص في اللعب هناك. عارفين ان الجمهور هناك بيبقى متحمس، عارفين ان الملعب بيبقى صغير، عارفين اللعيبه بتبقى يعني باور قوي ومهيبره. لكن المره دي اللعيبه بتاعت غزل المحله كانت مهيبره لكن الاهلي قدر ان هو يلجمهم، قدر ان هو يمتص الحماس ده كله. هل كل ده كان بسبب بابا فاسيلو ورحيله؟ حتى بالرغم من تدخل رابطه الانديه اللي هي قدرت ان هي تخلي بابا فاسيلو ما يمشيش، وفهمته ان هو لو مشي مش هيقدر ان هو يدرب اي فريق تاني في الدوري المصري. في مره يعني الحاجات دي ما بتحصلش غير مع الفرق اللي بتقابل الاهلي. لكن اوكي، يعني مش هناخد ان هي يعني تحيز ضد الاهلي او حاجه. هم حبوا يحافظوا على غزل المحله وعلى ان هو يعني تفوقه السنه ديت وماشي كويس. فكلموا بابا فاسيلو وقالوا له مش هتقدر انك انت تدرب اي فريق تاني طالما انت هتمشي بالطريقه ديت، لان المصري كان عارض عليه 5 اضعاف عقده او المرتب بتاعه. عموما الاهلي نزل الشوط الاول بتشكيل مختلف شويه. شال محمد شريف، شال حسام حسن، شال شادي حسين، ونزل ببيرسي تاو. وقدر بيرسي تاو ان هو يترجم الثقه اللي اداها له مارسيل كولر باحراز هدف. وعلى فكره دايما موسيماني برضو كان ساعات بيلعب ببيرسي تاو كمهاجم. اي نعم ما بيبقاش مهاجم صريح، بيبقى مهاجم وهمي، لكن الخطه دي بتنفع. والصراحه كانت نافعانا لان غزل المحله كان بيهاجم وكان فاتح الملعب وكان فاتح اللقاء. فبالتالي كان الاهلي عنده المساحات. طالما وجدت المساحات يبقى الاهلي ان شاء الله اقرب ان هو يفوز. هتقفل المساحات هيبقى صعب ان انت تفوز. زي اسبانيا امبارح كده، قفل عليها المساحات كانت صعب ان هي تفوز، ومبروك لمنتخب المغرب. فنفس الكلام، الاهلي عنده مساحات وعنده بيرسيتاو، الاهلي عنده مساحات وعنده احمد عبد القادر، الاهلي عنده مساحات وعنده برونو سافيو، الاهلي عنده مساحات وعنده كريم فؤاد. وكريم فؤاد طبعا بيحتاج المساحات ومحتاج السرعه. الاهلي كان متفوق تفوق كاسح، ضيع اكتر من فرصه. احمد عبد القادر لازم يركز في الكور اللي بتجيله. احنا عندنا 2 برازيليين، برونو سافيو وبرونو حمدي. ده برازيلي وده برازيلي. ده برازيلي اصلي والتاني برازيلي مصري او في عرق برازيلي. لكن انا شايف ان احمد عبد القادر عنده مهاره اعلى من برونو سافي، وبيرقص وبيعمل فنتات جميله جدا. لكن في واحده عملها البرون وجابها جون، لكن في واحده قبلها كان عملها البيرسي تاو كانت برضه هتبقى جون. فاحمد عبد القادر عاوزين يخلي مهارته تخدم الفريق. لازم مهاره اللعيب تخدم الفريق، والا هتبقى مهاره روح يلعب خماسي، ما تلعبش يعني 11. كمان يعني هل عدم البدء بمحمد شريف او شادي حسين او حتى حسام حسن لعدم قناعه، ولا عدم البدء بيهم ده يعني روتيشن؟ بس هم اصلا ما بيلعبوش كتير عشان اقدر اقول ان هو روتيشن. هل عشان الماتش محتاج كده؟ عموما لو دوت فكر كولر فهو انا اللي يهمني ان انا اكسب، واللي يهمني ان انا احرز اهداف. وبيرسي تاو يتعامل معامله المهاجم. وبالفعل هي يعني شايف ان المحله مش محتاجه ان انت تلعب معاها بمهاجم سترايكر صريح يعني. وبالتالي هو شاف ان ده يعني الطريقه الصحيحه اللي هتخليه يكسب غزل المحله. قدر كمان بعدها برونو سافيو من متابعه الكره اللي عملها احمد عبد القادر ان هو يحرز الهدف الثاني. والاهلي اضاع اكتر من فرصه في الشوط ده. الاهلي خلص الشوط دوت وحست اللعيبه ان خلاص يعني الماتش بقى بتاعها، والماتش ركبته. شويه استهتار بسيطه كده في اخر الشوط الاول. المحله كان يعني هيشم نفسه تاني، لكن انتهى الشوط ونزلنا الشوط الثاني. الشوط الثاني هل يعني كولر قال لهم انتوا لازم تقتصدوا شويه في المجهود؟ يعني المجهود بتاع لعيبه النادي الاهلي قل.
طبعا الاهلي كان بيعمل حاجه جميله جدا متميز بيها السنه دي، وهي دي سر فوز النادي الاهلي وسر النشاط والحلاوه والروقان بتاع النادي الاهلي، اللي هو الضغط العالي. ما بتديش فرصه للي قدامك ان هو يعمل حاجه، هوبا من عندي الجون وبتضغط ب5 بتضغط ب6. دي حاجه بتخلي الخصم يتبرجل، وبتخلي الخصم ان هو ما يقدرش يعمل حاجه. ده سر فوز الاهلي، وده سر حلاوه اداء الاهلي مع فايلر مع كولر، ان هو بيضغط جامد وبيعمل ضغط عالي، وبالتالي بيقطع الكوره قبل ما الخصم ان هو يحاول يبدا هجمته. الشوط الثاني الاهلي ما عملش كده. اتصور ان دي ممكن تكون تعليمات من كولر عشان يقول للعيبه لا ريحوا شويه، احنا عندنا ضغط مباريات، فانا مش عايز ان احنا نرهق نفسنا على الفاضي. هنعمل ايه؟ هنرجع نعمل دفاع من ورا من وسط ملعبنا، ونبدا لما الكره تتقطع نبدا احنا نهجم تاني. طبعا ما فيش فريق يقدر يهجم 90 دقيقه، مفيش فريق يقدر يعمل ضغط عالي 90 دقيقه، فبالتالي هو بيوزع جهود اللعيبه. وكمان لما يعمل تغييرات ممكن يبقى يغير الطريقه. وفعلا لما الاهلي عمل تغييرات في الشوط الثاني، لان وصلت الدقيقه بقت 60 و65 كمان، والاهلي مش هو الاهلي، فبدا يعمل ايه؟ بدا يشد اللعيبه التعبانه وينزل لعيبه فريش. مين فريش نازل قفشه. اللي قفشه لما بينزل بيحب ان هو يعمل حاجه، بيسيب بصمه، بشوفه بيحاول، بشوفه بيعاوز ياخد مكانه تاني الحقيقه. عكس محمد شريف اللي ما بحسش ان هو يعني عادي موظف. ما بحسش ان محمد شريف بيقاتل عشان يرجع تاني يبقى في الصوره. خليه بقى في حالته النفسيه اللي هو داخل فيها ديت، في حاله الدبريشن اللي عنده ديت، حاله الاكتئاب اللي عنده. يعني خلاص هو حر، يعني اللي ياكل على نفسه على ضرسه ينفع على نفسه. لو استمر كده هيلاقي نفسه مش في التشكيل، وممكن ما يلاقيش نفسه في النادي الاهلي تاني. لازم اللعيب اللي في الاهلي ياكل النجيله، لازم ياكل النجيله، هو حر. خرج برونو سافيو اللي اداؤه قل وضيع يعني فرصه كبيره في الشوط الثاني، واحرز هدف الغي بتاع التسلل في الشوط الثاني. يعني بدا برونو يخش في الدور، وبدا يخش في حاله انسجام مع لعيبه الاهلي. الحقيقه الاهلي عنده ديناميكيه حلوه قوي بانت في الشوط الاول بتاعه علي معلول احمد عبد القادر. ده ركن الحلويات والهدايا والمهارات والحاجات الحلوه في الشمال. وعندنا ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك اللهم بارك اكرم توفيق، اللهم بارك اللهم بارك اداء ثابت في الجنب اليمين مع كريم فؤاد. الاثنين باور، الاثنين سرعه، الاثنين قتال، ما شاء الله. عندنا هناك جبهه هدايا وركن هدايا، والتاني ده ركن القتال والحاجات اللي هي فيها باور وفيها قوه، ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. كمان في تفاهم ما بين سافيو وما بين احمد عبد القادر، وكان بيرسي تاو داخل معاهم. لسه يعني العجله هتدور. بيرسي لسه شويه ما خدش حاله الانسجام ديت، لان هو اول واحد يعني يعتبر هو اللي داخل عليهم جديد، لكن هتدور ان شاء الله. وسط الملعب طبعا ما شاء الله الله اكبر، عمرو السوليه واليو ديانج ما شاء الله الله اكبر عليهم، تمام التمام. الحمد لله محمد عبد المنعم رجع، وان شاء الله نبقى نطمن على محمود متولي. الشوط الثاني التغييرات اللي نزلت فيه: حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، شادي حسين، محمد شريف. الحقيقه انا شايف 3 حلوين، يعني شريف مش معاهم، لكن شادي حسين الشحات، قفشه، ال3 حاولوا، ال3 عملوا نشاط. شادي حط واحده بالهيد، حسين شاط واحده، لعب واحده لقفشه، قفشه شاط واحده، لعب واحده لشادي حسين. يعني دول عملوا نشاط وعملوا يعني رواج تاني، واعادوا الحيويه للنادي الاهلي، واعادوا حته الضغط العالي تاني، وبداوا يضغطوا ضغط عالي من قدام. لذلك الاهلي فنش الماتش احسن بكتير من بدايه الشوط الثاني. الاهلي وصل للنقطه 15. الدوري ده لازم يعني تحسمه من الدور الاول، يعني زي دوري بتاع فايلر كده. لازم تكمل بنفس الاداء، ولازم تكمل بنفس الريتم. اوعى الريتم يقع منك. حصل فتره توقف لخبطت الدنيا، بس الحمد لله خسائرها عدت على خير، او الحمد لله ما فيش خسائر. لازم تحافظ على نفس الريتم. ايه هو نفس الريتم؟ انزل الشوط الاول كل الاخضر واليابس، انزل الشوط الاول دمر الدنيا، خلص في الشوط الاول بجون و2 و3 موت الماتش، وارتاح الشوط الثاني جون و2 و3 موت الماتش وارتاح. اوعى تخلي الفرق بينك وبين الخصم هدفين بس او هدف واحد بس. ده اللي كان بيخسر الاهلي في الموسم بتاع موسيماني، ان هو كان يجيب جون ويحاول يدافع. لا، انزل اعمل الطوفان الاحمر المدمر دوت، وفي الاخر بعد ما ترتاح وتضمن النتيجه 4-3 ريح نفسك، اعمل الروتيشن بتاعك. محتاج انت لعيبتك وعندك ضغط مباريات، واتصور ان
كولر عارف كده كويس، واعتبر ان كولر ماشي بنفس الفكره ديت، ان هو يخلص بدري في الشوط الاول ويحافظ على لعيبته بعد كده بعد ما يكون ضمن النتيجه. لو بتسمعوني لحد هنا انتم احسن جمهور، بشكركم، ونتقابل في حلقات جديده. صلوا على الحبيب واشوفكم في لقاء قريب. وسع احنا الشياطين، حضر الاهلي يا بني ادمين، ستنا مسمع يلا للصين.